السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحفيل التحفيل. دلوقتي أنا عايز أكلمكم هو إزاي كهربا حطه صح. يعني كهربا إزاي حط الهدف صح. تمام. بس قبل ما أبدأ عندي تصريحين كده أو حاجتين لاتنين مذيعين مهمين. أنا مستغربهم جدا. دلوقتي عندك الباشا هاني حتحوت طالع بيقول شيكابالا اتمرن في نص ارض الاهلي قدام جمهور الاهلي عشان ياخد على الاجواء. شيكابالا المفروض بتاريخه واسطورته والكلام الحمضان دوت ان هو ياخد على اجواء، مش راح يستفزهم وخلى بعد كده جمهور الزمالك يشتم ودول يشتموا، وده عامل فتنه يعني. في نفس الوقت هو بينتقد كهربا باحتفاله بالفوز مع الاهلي، يعني مع جمهور الاهلي طالع بينتقدهم. وحاجة غريبة، الإعلام في قناة موجهة حاجة يعني مستفزة، قمة التعريض. التصريح التاني كابتن أحمد حسام ميدو على قناته، و احنا مش عارفين الصبح مدرب وبالليل يعني مذيع. يقول لك ايه؟ بيقول لك الزمالك ما ياخدش قلمين ورا بعض. كان قصده ساعتها ساعه ماتش بيراميدز وبعديه الاهلي، فبيراميدز خرجوا من الكاس والاهلي رزعوا بالثلاثه في وده مش جديد على الاهلي في بطوله الدوري. بس يا سيدي، انا احب افكر كابتن احمد حسام ميزو ان هو الزمالك اصلا ملطشه، يعني هو شبه تلطيش. وبما ان جلده تخين هو مش فارق معاه الكلام دوت، وهو متعود على كده، فهتفرق ايه؟ فالباشا هو راح اسوان، ركب القطر لسوعوه على وشه تك تك، رجع قابل الداخليه حبسوه. وطبعا فكره المنشطات انتوا عارفين، اللعيبه مش قادره تجري. شيكابالا اتفضح، يعني الناس اللي مش واخده بالها شيكابالا مش قادر يجري. شيكابالا كان بينزل له 10 دقايق كده بيعمل شغل، يعني مش قادر يجري. قابل الداخليه طك، الاتحاد رزعه، قابل البيراميدز روقوا وب10 لعيبه، قابل الاهلي دفنه. خدوا بالكم في نقطه مهمه قوي جايه، اللي هي ايه؟ اختيارات الكاف لدوري ابطال افريقيا. المفروض ان هو شارط وقت معين، غالبا يعني الوقت ده هيتحدد على تقريبا ترتيب الجدول في الدور الاول. الزمالك لو ما لحقش 9 نقط ممكن برضو ما يلحقش. لو فيوتشر وبيراميدز فضلوا مكملين ممكن ما يلحقش يخش افريقيا. ويا رب ان شاء الله ولا افريقيا ولا كونفدراليه. طب تعالى يا عم الجون كهربا. يعني انت دلوقتي هو فعلا الكرة اتعرضت بشكل كويس من حمدي فتحي بشكل حلو قوي. كهربا دخل باتجاه صحيح، فهنا الجون هو حطه صح بشكل مناسب للوضع بتاع الكوره. طب تعالى الخبراء، اللعبه، خبراء الكوره، خبراء التدريب. مانويل جوزيه مثلا كان دايما في الناس اللي متابعه زمان يقول لك ايه؟ لما الكوره تبقى عرضيه خش في نفس اتجاه الكوره، هتبقى عكس اتجاه الجون فهترشق صح كده، يبقى انت حطيته صح. فكهربا حطه صح وفعلا ظبط الهدف بشكل ممتاز يعني. عندك جوزيه مورينيو قال لك ايه؟ قال لك في عكس اتجاه التيار، مع فكرة اكس دي بي للكورة، مع قوة دال تخش تركب الكرة، فبالتالي تحطها في اتجاه كالسهم يرشق. يعني السهم هنا رشق، او على رأي كابتن زيزو في البوست بتاعه قبل المباراة بيقول لك السهم عشان ينطلق لابد ان يرجع للخلف يعني. فالسهم رشق فعندنا الباشا كهربا رشق حطه صح، فرشق في الشبكة الهدف، يعني قطع الشبكة. عندك جوارديولا يقول لك ايه؟ قال لك مع سرعة الكرة وانطلاقة اللاعب لابد ان يحسم الفكر، فبالتالي هتضع الهدف بشكل صحيح. فكهربا شيكابالا عامل لي ارتكارية بالحركة اللي عملها دي. فكهربا حط الهدف بشكل صحيح، فهو حطه بشكل صحيح. عندك اينشتاين يعني جه قال لك ايه؟ مع القوة دي و و و وحسب اعداد الجاذبية في انطلاقة
سرعة الجسم مع الكتلة د تركب الكورة. فشيكابالا ركب وحطه صح، فبالتالي هو لما عكس نفسه للجاذبيه حطه صح فرشقت في الجون، فبالتالي حطه صح. الكلام ده كله ده كلام علمي يا جماعه. المشكله في 100 عقبه ان هم عارفين ان ده علمي وعارفين ان هو حطه صح والهدف صحيح، هم معترضين وزعلانين، والهم مش عارف هل هم اتوجعوا يعني الهزيمه وجعتهم ولا الهدف يعني اللي عمله كهربا وجعهم. فالموضوع ده كان صعب قوي، وفي الاخر بالاثباتات كهربا حطه صح. السلام عليكم.